ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ عندي لكم النهاردة حكاية جديدة جدا ومختلفة تماما عن كل اللي سمعتوه قبل كده من حكايات. الحكاية دي مش عن اماكن غريبة او مواقف خارقة، دي عن حاجة ممكن تكون حصلت ليكم او لحد منكم او لحد في حياتكم. حاجة ممكن تحصل في لحظة من غير ما تحس وتخلي كل اللي حواليك يتغير. استعدوا لان الحكاية دي هتخليكم تفكروا كتير جدا. واحد بيقول اللي حصل معايا كان في يوم عادي خالص. الصبح كنت رايح شغلي وكل حاجة كانت ماشية زي الفل. أول ما دخلت المكتب وزي العادة كل واحد كان شغال في حاجته، ولكن كان في حاجة غريبة بدأت تحصل. كلنا في المكتب بدأنا نلاحظ إن الساعة كانت بتتأخر بسرعة، يعني الساعة كانت على الحيطة الساعة 10 وفجأة لما بصيت في الساعة لقيتها بقت 12 ونص، بس ما حسيناش بالوقت. تحس إن كان في حد بيلعب في الزمن. بدأت أبص حواليا والناس اللي معايا في المكتب مش ملاحظين اي حاجة، الكل شغال ومفيش اي تغيير، لكن كان في شعور غريب جدا في الجو، وكنت حاسس ان في حاجة مش صح بتحصل، لكن مش قادر احدد ايه هي بالظبط. بعد كده بدأت الاحظ ان في ناس معينة بتختفي من المكان وانا مش عارف ازاي ولا ليه. ساعات تلاقيني في المكتب قاعد لوحدي، وساعات تلاقي الناس بتظهر تاني فجأة كأنهم اختفوا لحظات بس، وكأن في حاجة مش طبيعية بتحصل. الموضوع كبر معايا لما جيت على المكتب بتاعي لقيت رسالة على الكمبيوتر الشخصي. الرسالة كان مكتوب في نصها الوقت مش زي ما انت فاكر، انت لسه هتكتشف اكتر. وده خلاني اوقف لحظة وافكر ازاي جت الرسالة دي لحد عندي. في اليوم ده حاولت اتكلم مع زمايلي لكن مفيش حد فهمني خالص، والكل كان شايفني غريب. فبدأت أبحث عن أي حاجة تثبت إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. لقيت حاجة أغرب، لقيت كل الناس في المكتب قاعدين في نفس المكان بالظبط وزي ما هم، لكنهم كانوا مش موجودين خالص. ومن هنا بدأت أتجنن وأقول إيه اللي بيحصل ده؟ هو أنا الوحيد اللي شايف ده ولا أنا لسه مش فاهم الموضوع؟ ومن يومها كل ما أحاول أفهم الموضوع يتعقد أكتر. أنا مش قادر أشرح ليه الناس والساعة بالذات كل حاجة كانت بتتغير قدامي، ولا حاجة كنت قادر أسيطر عليها. وفي الآخر لقيت نفسي في نفس المكان اللي كنت فيه. لقيت الناس تاني، لكن المرة دي كان في شيء غريب جدا. الكل كان عارف اني شاكك في كل حاجة حواليا، وحسيت انهم مش ناس عاديين، وكلهم كانوا بيبصولي وكأنهم بيقولوا انت لسه مش فاهم حاجة. انا دلوقتي عايز افهم، هل ده كله كان في دماغي انا بس، ولا كنت في تجربة ما كنتش جاهز ليها؟ لحد دلوقتي مش قادر افهم ايه اللي حصل في اليوم ده. كل دقيقة بحس ان في شيء غريب في المكان، مش قادر اهرب من المكان ولا قادر اتحرك. وطبعا الحكاية دي مش سهل تفسيرها، وانا لحد دلوقتي مش قادر افهم ايه اللي حصل بالظبط. هل اللي شفته خيال ولا كان شيء حقيقي؟ اللي عارفينه ان في حاجات غريبة بتحصل حوالينا، والمرة دي حسيت ان مفيش اجابة واضحة. انتوا ايه رأيكم؟ هل ممكن يكون اللي حصل ده مجرد اوهام ولا في حاجة تانية؟ ممكن تكون في حياتكم حاجات زي دي حصلت، قولولي في التعليقات تحت. ولو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تدوسوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، علشان الناس اللي عايشة في وسط الحكايات الغريبة دي لازم تكون معانا. ولو لسه مش مشتركين في القناة دوسوا على زر الاشتراك علشان ما تفوتوش اي فيديو جديد. وكل يوم عندنا حكايات جديدة اكتر اثارة وتشويق. وهنا نكون خلصنا، استنوني في الحكاية الجاية علشان اكيد اغرب. وسلام.